السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبه لكم وصفة، يعني هي حاجة تحلية جميلة قوي وسهلة جدا في عمايلها. هي مش رز بلبن، وهي مهلبية بس بطريقة جديدة. مش عارفة، في ناس كتير بتعمل مهلبية بالنشا وكده، لا دي مش بالنشا، دي مهلبية رز بس بطريقة مختلفة. الرز مش فيها موجود ومش صحيح خالص. كل اللي بتعمليه بتجيبي كوباية إلا ربع رز، تغسليها كويس قوي 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 قوي، وتنقعيها في سلطانية صغيرة كده في كوباية مية، وتسيبيها قد ساعة ساعتين زي ما يكون. يعني كل ما تسيبيها يعني يبقى أفضل، يعني ساعة ساعتين مش أكتر من كده. وتروحي ضربها في الخلاط ضربة كويسة جدا، وتروحي مفضياها فين؟ في حلة، وتروحي حاطة عليها كيلو لبن وكوباية سكر وبس. تروحي رافعاها على النار. بس أهم حاجة في الموضوع إن إيدك ما تتشالش منها إلا لما تغلي. تفضلي تقلبي بالراحة كده على نار متوسطة، تفضلي تقلبي فيها، ايدك ما تشالش، تقلبي فيها طول ما انت واقفة لحد ما تغلي. وبعدين تشوفيها، لو عايزة شوية لبن تزوديها، او تزوديها نص كوباية مية، وتدوقي برضو احياء السكر اذا كانت عايزة شوية سكر تحط لها وتظبطيها. بعد كده هتبقى عندك زي ما انت شايفة كده، تصبيها في الحاجة كده بتاعتك، السلاطين اللي عندك هتبقى عاملة زي، عارفة صوبيا الرحماني؟ هي عامله زيها، طعمها جميل جدا. اولا الرز مطحون ومش باين، بس مديكي سماكه شويه فيها كده، وترميله بسيطه كده، عامله زي الصوبيا بتاعت الرحماني بالظبط. طعمها بيبقى جميل ومختلف جدا. حط لها بقى شويه فانيليا طبعا قبل ما تصبيها، تبقى طعمها تحفه. وبعد كده هو بقى ممكن تعملي ايه؟ ممكن تحطيها في سلاطين زي كده، وممكن تحطيها في كوبايات زي ما انت عايزه. تحطيها في سلاطين بقى وتزوقيها زي ما انت عايزه بالزبيب وجوز الهند والمكسرات، او ممكن تحطيها في سلاطين وممكن ترشي عليها كنافه وكريم جانتيه، وتبقى نظام اللي هي ايه، القنبله اللي انتوا عارفينه ده، بيبقى تشكيل جميل. او تحطوا عليها فروت سلطات، بتبقى تحفة جدا جدا. بس الفروت سلطات ما يكونش طبعا في مية، بتبقى جميلة جدا جدا. يعني هتعجبكم جدا، جربوها وهتعجبكم جدا جدا جدا. وطعمها في البق بتبقى عاملة زي الصوبيا التقيلة كده، لا طعمها مختلف عن المهلبية اللي بالنشا خالص خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا رب تكون تعجبكم يعني. وتكتبوا لي بقى في التعليقات اذا كانت حلوة ولا وحشة. واشكركم والى اللقاء.